بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله نتكلم عن بداية وصول العصابات اللي أرسلتها الحكومة الأمريكية، أيا كان عصابة السلفادور اسمها أو مافيا أو أيا كان، وصلت وبدأت النشاط اللي حينتج عنها. حتكون ليبيا أكبر مركز لتصدير وتجارة الهيروين على مستوى العالم. البلاد هذه مش حيكون فيها استقرار أبدا أبدا ولا دقيقة، هي ما فيهاش استقرار من قبل سقوط القذافي، ما بالك توا مع المافيا والعصابات والإليت الموجودة حاليا في السلطة، ومع المافيات اللي هي متشكلة في شكل ميليشيات من مصراتة لطرابلس. فأنا يمكن زعلان على أصحابي في طرابلس وشعب طرابلس، الشعب الطيب المحترم، لكن انتوا خلاص سبتوا بلدكم، مرت على الجريمة ومرت على الميليشيات ومرت على التخلف والجهل. عصابات السلفادور مش أي عصابات، هي بديت النزول وتوزيعهم وإرسالهم للسجن. انت هيك تفتكر نفسك انك انت هيك تقدر توقفهم وتقدر تقضي عليهم؟ لا. العصابات اللي دخلت ليبيا، عصابات السلفادور اللي أرسلتها أمريكا 1800 أو غيرهم، حتكون ليبيا. أنا هنسيب لك المفاجأة، أنت تتفرج بنفسك إيش حيحصل الأيام الجاية وبعد الأيام الجاية. العصابات هذه مش بسهولة، بس أنا سايب لك البيب التخيل بتاعك كمواطن إن ليبيا إيش حتكون الفترة الجاية، وهي تو إيش ومشي لوين. لأن اللي شايف لها مستقبل أسود تماما، مستقبل أسود أسود ومعتم جدا. فأنا بنبارك للحكومة الليبية على إرسال أمريكا الهدية بتاعتها. شوف بقى العصابات هذه إيش حتدير وإيش حتدير معاك ومع شعبك. ومبروك للدول العربية بعدها والشباب الكيفة من شرب المخدرات الحشيش. لا أنت حتبقى تشموا في بذرة كلكم قريب إن شاء الله. بإذن الله حيكون البذرة منتشرة في العالم كله عن طريق العصابات اللي أنت فاكرهم هي عصابات بسيطة وضعيفة. فأنت لبست في الحيط، أنت أصلا لبسة، بس بقى ألبسة بالمرة. وتقريبا حتغير البشرة الليبية السمراء لبشرة جديدة، البشرة اللاتينية. مبروك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.